أذكر يا جماعة الخير كلام كنت أسمعه وأنا صغير من الخطباء من الوعاظ، ولا يزال يتكرر إلى الآن للأسف. لا يمكن أن ننتصر طول ما عندنا معاصي. عندنا معاصي معناها ما في نصر. المسلمين انتصروا مرة لأنهم تركوا السواك فهزموا. لا ننتصر طول ما عدد المصلين يوم في عصرات الفجر أقل من عدد المصلين يوم الجمعة. غير هيك لن ننتصر. كيف حنجاهد وإحنا عندنا معاصي وذنوب؟ هذا الكلام يا جماعة الخير خطير جدا، وهو أساطير وأوهام لا يؤيدها لا نقل ولا عقل. الواقع حتى لا يؤيدها. قصة المسلمين انتصروا لأنهم هزموا لأنهم تركوا السواك، فعندما استاكوا انتصروا. قصة أصلا لا أصل لها، لا أصل لها، غير موجودة، القصة غير صحيحة أبدا. هذا أولا على السريع. ثانيا، نعم أن الذنوب قد تؤخر النصر، قد تزيد فرص الهزيمة، نعم، لكنها ليست قطعا وجودها معناها هزيمة أبدا. من قال ذلك؟ الصحابة كانوا ينتصروا، ومن بعدهم كانوا ينتصروا، وكان في معاصي موجود عندهم على قلتها، لكن ما بعد عصر الصحابة ما بعدهم كان في معاصي وكان هناك انتصار يا جماعة الخير. القول أنه لا يمكن أن نجاهد طول ما احنا عندنا ذنوب، يا جماعة الخير الأمر معكوس. إذا إحنا عندنا ذنوب ومعاصي لازم ننصر الدين أكثر ونجاهد أكثر عشان الله يغفر لنا ذنوبنا. الجهاد دافع، المعاصي ترى دافعة للجهاد وليست مانعة منه. الله عز وجل عندما تكلم عن الجهاد ورغب بالجهاد ذكر من مكافآت الجهاد: يغفر لكم ذنوبكم. يعني أنتم عندكم ذنوب، عندنا معاصي، مع ذلك جاهدوا عشان الله يغفر لكم ذنوبكم. لو كان والله شرط من شروط النصر، شرط أبدا، ولا يصح الجهاد إلا بترك المعاصي، الله قال للناس في القرآن: لا تجاهدوا حتى تتخلصوا من المعاصي. لكن حصل العكس، يقول لك عندك معاصي تعال جاهد حتى يغفر الله لك ذنوبك. كلمة حلوة يقولها ابن تيمية الصراحة، يقول: ومن كان كثير الذنوب فأعظم دوائه الجهاد. ما شاء الله عليه. في الحديث الصحيح: الشهيد يغفر له كل ذنبه عند أول قطرة دم. يعني عنده ذنوب، عنده ذنوب. أنا لا أقلل من خطر الذنوب، نجتهد في تركها وعندي دورات في ذلك، لكن لا نجعلها شرط، لا نجعلها عن الجهاد مانعا للجهاد، بل هي دافعة للجهاد. فيا جماعة الخير، موضوع كمان صلاة الفجر، لازم يكون صلاة الفجر زي صلاة الجمعة، وهذا مش حديث، هذا قول منسوب لأحد قادة الكيان. أظن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عدد مصلي الفجر كعدد صلاة الجمعة، كان في هناك منافقين رسمي موجود. فوضع هذه الشروط خطأ وفيه تيئيس للناس. نجتهد في ترك المعاصي وفي نفس الوقت في نصرة الدين، في نفس الوقت، مش هاي نتركها ثم هذه. هذا هو منهجنا، هيك جاء الإسلام بهذا الموضوع. اللهم يا رب علمنا واستعملنا ولا تستبدلنا، واختم لنا بالشهادة. السلام عليكم.